BBC تقدم جولة في مكتبة BBC الموسيقية. إعداد وتقديم ناهد نجار. هذا البرنامج يطوف بكم في تراثنا الفني عبر تسجيلات الإذاعة من غناء وموسيقى ولقاءات نادرة يعود بعضها إلى زمن الأربعينيات، من المشرق العربي إلى مغربه، إلى الخليج، إلى السودان. فأهلا بكم أينما كنتم. يا أهلا ويا مرحبا مستمعي الكريم. بدون دندنات وبتلقائية العاشق أبدأ الحلقة ببعض الأبيات الشعرية التي لا تبتعد كثيرا عن عالم الموسيقى، ولنبدأ الحلقة بالكلمة الطيبة. إيه يا شمعة يم السهر يا سايلة بالدمع، حسيت والله بنوحك وين ما جرحتي روحك، لجل العيون يا شمعة تسهر على ضيك، ملقيت يا شمعة ملقيت من زيك، يسقط شهيد الناس والناس مجتمعة. الله يا شمعة. هذا لون بيقول وتعيشي يا شمعة في صمت مأساتك، والسيلي يا شمعة عالجنب دمعاتك، دمعة وراء دمعة، والدمع يا شمعة مش كيف دمع الناس، دمعك رحيل أنفاس. الله الله يا شمعة. قراءة شعرية جميلة خاصة بها الفنان محمد حسن الBBC، واكتشفنا من خلالها موهبة جديدة لمحمد حسن، فهو يقرأ الشعر بطريقة لا تقل في إحساسها عن ألحانه، فهي معبرة ومليئة بالشجن. في حلقة هذا الأسبوع سنستمع إلى الموسيقار الليبي والمطرب محمد حسن، نطوف معه رغم محنة ليبيا التي أوجعتنا في رحلة فنية وثقافية ممتعة، نتعرف من خلالها على وجه من أوجه ليبيا الذي قد يشتته النزاع لكن لا يقتله. ونحن أصحاب الصوت ونسال على اللسان، ونسال على اللسان، منا غنى ومحبوب، منا غنى ومحبوب، بين الهدف ينشال، بين الهدف ينشال. ونسال على اللسان، ونسال على اللسان، لنا غلا ومحبوب، لنا غلا ومحبوب، بين الهدف ينشال، بين الهدف ينشال. ونحن أصحاب الصوت ونسال على اللسان، ونسال على اللسان، لنا غلا ومحبوب، لنا غلا ومحبوب، بين الهدف ينشال، بين الهدف ينشال. هزا ليالي فرحنا بالحب وحكاياته، نعشق وقلوبنا يبدأ الغلا غياته غياته. تزهى ليالي فرحنا بالحب وحكاياته، تعشق غناوي قلوبنا يبدأ الغلا غياته، ودايم دايم دايم معانا من زمان زمان، دايم 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 الروح والوجدان، دايم 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 معانا من زمان زمان زمان، دايم 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 الروح والوجدان. ولانا المجروحين ولانا البكايين ولانا النسان،
الحبايب ولانا المساكين نعرفه. ونبدأ مع محمد حسن الذي ترك بصمة مهمة في تاريخ ليبيا الفني، مسيرة طويلة من الاجتهاد التاريخي، فقد اهتم محمد حسن بالتراث الليبي وحول الساحل الليبي والنجوع والصحراء، حولها إلى واحات من الغناء، رسم خريطة الوطن ليبيا بعوده وسجل أعمالا خالدة. اسم محمد حسن ارتبط في بدايات مسيرته الفنية بالثورة الليبية، وهذا ما عبر عنه في بداية حديثه مع الBBC. لنستمع. اتجهنا بالكامل لغنائنا عن الثورة العظيمة وفرحتنا وابتهاجنا بها. كنا نفرح ولما نسمع قلنا حنبني وده احنا بنين سد العالي. نحس أنا كمواطن ليبي إني أنا هذا السد لي. بعد فترة انتقلت للغوص في موروثنا الشعبي العظيم، فوجدت في موروثنا الشعبي غزارة لحد الآن نحن لم نستطع أن نجمع كل ما موجود في ليبيا من أشكال متعددة ومتنوعة وإيقاعات مختلفة، لأن ليبيا قارة تعتبر، ما هيش بلد صغير. يعني الجنوب فيها أغاني وألوان متعددة من الموروث. أغاني الساحل طبعا الجنوب، مثل لو اخترنا منطقة الجفرة أنا عملت فيها عمل بعنوان الواح، فيه عرس كامل منذ ولادة الإنسان إلى أن يبدأ في الحياة الاجتماعية. سجلنا كل مراحل حياة هذه البيئة اللي هي مختلفة على مدينة الكبيرة أو مدينة على الصحراء. لو رجعت أنت وقفنا شوية على النجع ستجد أنت هذا النجع له علاقة بالصحراء. وما هي أدواتها الجمل لأن يتحمل المسافات البعيدة، والرحاء لراحة الدقيق، والخيمة، وكانوا يبحثوا عن الماء والعشب ويتنقلوا من موريتانيا إلى اليمن. فهذهم لهم علاقة بالصحراء، من خلالها هم كيفوا حياتهم ووضعوا أغانيهم من خلال ما يظنونه. مثلا عندهم ألوان الكشك، عندهم ضمة القشة، فحياة اجتماعية كاملة من خلال الموسيقى ومن خلال مجاميع تغني، الأعراس متاعهم، الختان، الأسبوع الأول للطفل منذ صرخة الطفل والزغروتة إلى أن يبدأ الحياة كاملة. تتخللها أعراسهم، ماذا يقولوا في أعراسهم؟ ستجد مجموعة صور في الأعراس، وهذه الأشياء ما تغنش فردية، ومرة يدخل صوت مطرب يغني.
اكتشفت أخيرا أن أقصى جنوبنا المرتبط على حدودنا مع النيجر وتشاد وجدنا نساء ليبيات يعزفن الربابة، وهن اللي صنعت الربابة. فموجودة ليبيا لا تزال بكر. وأنا متأكد أن في مصر وفي تونس في الوطن العربي في أشياء تحتاج لمن يحرك هذا السكون فيها ويبعث فيها الحياة من جديد، من خلال تقنية متطورة جدا، من خلال محافظتنا على إيقاعهم وعلى شكلهم. ممكن الكلمة قديمة جدا لا تواكب هذا العصر، نحن نبحث دائما أن تتجدد هذه الكلمة، نحافظ على إيقاعها. فهكذا نحن نحاول أن ندرس التراث ونحاول أن نقدم بهذا الشكل. يعني نحن في المألوف في تونس وفي المألوف في الجزائر وفيه المألوف اللي يسموه الغناء الغرناطي في والملحون في المغرب. المألوف قريب جدا من مصر، يعني شرقية أكثر. في تونس زايدة شوية، في المغرب قاعات تختلف، وهذا قديم جدا منذ الأندلس. أيضا في أغاني الأفراح اللي لها علاقة بالمدن، وهذه دخلت فيها الثقافة التركية والإيطالية فهو الفن حقيقي مش في المدن. نحن فنوننا في البادية وفي الصحراء وفي الواحات وفي المنطقة الشرقية، وفي ألوان متعددة يعني وخاصة في الشعر. لو نسمي لك مسميات الكشك وضمة القشة وبطويل والملحون والمهاجاة. المهاجاة كانت لما يحاربون الإيطاليين يعني تحمس، تقول مثلا احنا وطننا وطن معروف وندفع عليه دماءنا وإلى آخره في من خلال مهزوجة. فيه الهج وفيه المدح وفيه ألوان متعددة. يعني أنا بدايتي مع الشاعر عبد السلام زقلام رحمه الله، ثم حاولنا أنا وزملائي فضل مبروك رحمه الله وزميلي سليمان ترهوني، وكلهم منهما له لون مختلف على الثاني. نعطيك نموذج من شعر سليمان ترهوني. مثلا نقول إيه يا شمعة يوم السهر يا سايلة بالدمع، حسيت والله بنوحك وين ما جرحتي روحك، لجل العيون يا شمعة تسهر على ضيك، ما لقيت يا شمعة ما لقيت من زيك، يسقط شهيد الناس والناس مجتمعة، الله يا شمعة. الشاعر فضل مبروك كان يكتب أغنية بدوية، خلك رفيقا زين عز الصاحب وعز الرفق ديما وعز الصاحب، نقول لك مخدوع راه الهوى مخدوع لا تجرحيني، مطلوق سراحك يا طوير وين ما تريد تعدي عدي، ومطلوق سراحك يا طوير وين ما تريد تهدي هدي، ربيتك على يدي ربيتك على ودي، وغاليتك غلا فوق الغلا اللي عندي. طبعا من الأعمال المهمة اللي قدمها فضل مبروك رحلة نغم رحمة الله عليه، قدمناه في 77، غطينا فيه كل رقعة الجماهيرية. على غرار رحلة نغم بدأنا نشتغل في أنا وزميلي عبد الله منصور في تراثنا الشعبي من جديد، قعدنا نستلهم من هذا التراث ونقدمه. الآن أنا وخوي عبد الله منصور في صدد تعداد لسيرة جليلة وهامة، وهي تعتبر الحق ملحمة العرب مش بليبيا بس، وهي سيرة بني هلال. كتبوها الرواة الليبيين مع وجود نفس الشخصيات، يعني بوزيد هو بوزيد، العلام علاقتهم مع تونس، الزناتي خليفة هو نفس الزناتي خليفة. فتبدأ الحكاية. الجزء الأول الريادة هي رحلة بوزيد مع ظناء أخته الثلاثة اللي هم مرعي ويونس ويحيى إلى تونس، ورجوعة من غيرهم. طبعا نبدو نحن من ولادة بوزيد، كيف جاء لونه أسمر، وكيف بني هلال بعدوه عنهم، وكيف تربى في قبيلة أخرى إلى أن رجع من جديد وكان هو البطل دائما من خلال السيرة الهلالية. الجزء الثاني يعتبر الرحيل الكبير، لأن بني هلال رحلوا كلهم من نجد إلى تونس، تخللها الحروب مصاهرتهم والحكايات اللي تحدث في هذه السيرة من خلال. الجزء الثالث والأخير هو تغريبة بني هلال. يا سامعين القول راوي الكلام يقول، الخضرة الشريفية أم بوزيد الهلالي الطاهرة النقية، جابت شيحة وبعدها ب7 سنين، انقطعت على الدرية، ورزق الهلالي كيف كل الناس يبغي ولد على العين غالي وفارس شديد الباس، يبقى لا سند وما ليه ضد، ويشيل اسمه في العرب جملية،
وعدت الخضرة مع جارتها البركة ماء، وعدت الخضرة مع جارتها البركة ماء، إجانا طيور الخلا والبرية وقت الضحى تطهم طعام صدقة لوجه الله، صدقة لوجه الله. شافت عقاب أسود كما قطعة الليل، وجرح كما سيف المنية، قالوا زها في عينها وعجبها، ونادت لله النداء، ولله النداء، ونادت لله النداء، والله ما خيبها. ومن شوقها قالت، ومن شوقها من شوقها من شوقها قالت. محمد حسن وتفرغ فني متميز نهل من التراث وأثراه. محمد حسن يؤمن أن الفن الحقيقي في تراث الصحراء والواحات والنجوع وليس في المدن. سيكون لنا بالتأكيد المزيد من الإطلالات على التراث الليبي.